السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة هقول لكم عليها التوابل دي ايه: معلقة زعتر، معلقة نص معلقة فلفل اسود، بس زعتر فلفل اسود ملح، مش اكتر من كده. تمام. نص فلفل اسود مجروش ومعلقة من الزعتر او معلقة ونص. فنجان من اللبن الراي، الكريمة الطهي، وفنجان من لبن الحليب، وكوباية زبادي صغيرة، معلقة عسل صغيرة، معلقة عسل صغيرة. لا دي مش شاورما يا جماعة، هقول لكم دي ايه. معايا كمان بصلاية مقطعة حلقات، ومعايا 4 عصير ليمونات، ومعلقتين زيت زيتون او زيت ذرة او اي زيت عندكم. تمام. ورشة من الجنزبيل. بس هي دي كل المكونات بتاعتنا. آه اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. معلقة ونص صغيرة زعتر، ومعلقة توم مهروسة، وبصلاية متقطعة حلقات، وفنجان من كريمة الطهي، وفنجان من اللبن الحليب، وكوباية زبادي صغيرة، ومعلقة توم مهروسة صغيرة، ومعلقة صغيرة أو معلقة وحبة صغيرين من الملح، وممكن فلفلاية رومي متقطعة. ما لقيتش فلفلاية رومي، حطيت فلفلاية حراقة متقطعة وبس. تمام. اهم حاجه في التتبيله ديت، انتوا شايفين مش حاطه توابل كتير خالص. عايزه اقول لكم افخم واحلى صدور فراخ مشويه. مش قادره اقول لكم والله العظيم ما هتعرفوا طعمها وحلاوتها الا لما تجربوها. بديل للكريمه الطهي هو اللبن الرايب. انا غسله الفراخ بتاعتي كويس جدا بالليمون وبالملح وبالدقيق وزي الفل، وكمان متكيه عليها معصراه، وكمان حطاها في المصفى. وبنزل بقى، والتركه المهمه جدا انت تنزلي الفراخ وتنغزيها بالشوكه. اسمعوا كلامي وجربوها، اسمعوا كلامي وجربوا، مش هتخسروا حاجه. مش هتخسر والله العظيم، هتاكلوا احلى فراخ مشويه في حياتكم، ولا من اجدع محل. والصدور طريه، تحسوا كده انتوا بتاكلوا في حاجه زبده كده يا ولاد، زبده. تمام. لازم تنغزيها بالشوكة كده، لازم. خدي بالك التوابل اللي حطيتها كلها هي ايه. ما حطيتش 7 بهارات ولا 7 ثعلبات ولا الثعلبات، انا حطيت هي التوابل. معلقة ونص من الزعتر، نص معلقة من الفلفل الاسود المجروش اللي هو الفريش، ورشة من الزنجبيل. والاساس كله انا معتمدة على معلقة الثوم المهروسة الفريش، والبصلاية اللي متقطعة دي هتنزل مية كلها فيها، والفلفل ال الرومي، الفلفل متقطع كده. طيب هنشوف ايه بقى الاكلة التانية دي. كده خلاص الفراخ بتاعتنا تبلناها وركناها على جنب، ومعلقة العسل الصغيرة. هنجيب فص توم. انا كان عندي البطاطس البيبي الصغيرة دي، كان عندي شوية، فقلت بقى مركونين بقى لهم 100 سنة. خدتهم غليتهم في مية يا دوبك عشان بس اعرف اقشرهم، بس هما لسه نيين. خدتهم غليتهم في ميه عشان ما اقشرهمش، اقشرهم كده بطريقه سهله. وحطيت فيه شويه لبن، تقريبا دي كوبايه لبن يا جماعه، كوبايه لبن حليب. حطيت عليها كان عندي شويه جبنه كده في الفريزر، رومي او اي جبنه عندك، اي جبنه بتمط ولا بتنط ولا بتدي طعم، اي جبنه شيدر جوده رومي اي حاجه. مفيش جبنه مش مهم. كان عندي شويه سبانخ كمان في الفريزر متجمدين، حطيتهم. وكان عندي كمان شوية كريمة، دايما بيبقى عندنا الكريمة لان بنحتاجها كتير في الاكل. انت ممكن مش لازم كريمة، ممكن تحطي كوباية زبادي عادي جدا، ممكن وش اللبن، اي حاجة عندك مشي باللي انت عندك. فحطيت هنا كان عندي فنجان من الكريمة، حطيت منه شوية، وفص توم، وشوية ملح صغيرين، ما تكتريش لو هتحطي جبنة، شوية ملح صغيرين. وايه تاني يا نصرة؟ شوية ملح صغيرين، ورشة جوز الطيب، وشوية فلفل، ولا اكتر ولا اقل من كده. وشوية السبانخ زي ما انتوا شايفين. بس عندي الطاجن ده خلاص، هما اندمجوا مع بعض. هاخدهم كده احطهم في الفرن، الفرن تستوي في الفرن، وتشرب اللبن. وانا مش عايزاها سايله، اللبن ده يتشرب يعني البطاطس تستوي، وكله يبقى فيه التمام. ولا احلى ولا اسهل ولا اروع من كده. الموضوع كله بسيط، مخدش في ايدينا حاجه، والموضوع سهل وبسيط. تمام يا حبايب قلبي، شاركوا يا ولاد في القناه وشيروا الفيديو واعملوا له لايك، وجزاكم الله كل خير. يا ولاد اول هام المدام بتقول لي يا نصره
ابوس ايديكي، لا عايزه صلصه ولا تسبيك ولا تحمير ولا عايزه محشي، ولا عايزه مكرونه بالبشاميل، ولا عايزه مش عارفه ايه ولا ايه. طب يا جماعه اعمل ايه؟ يا نصر الجو حر الواحد مش مستحمل، اعمل ايه؟ ايه رايكم في الاكله الجميله اللذيذه ايه البسيطه دي، اللي ممكن بدل شويه كريمه الطهي تحطي زبادي، تحطي وش اللبن، تحطي بس لبن بس، تحطي شيلي كل الكلام، تحطي بس معلقه زبده، وتحطي شويه رشه جوز الطيب وشويه فلفل اسود، وممكن تحطي جزر معاها، ممكن تحطي بروكلي معاها. اكله سهله وبسيطه. هنخش بقى في طبق السلطه السخن، طبق سلطه وسخن يا نصر، طبق سلطه وسخن. طب اصبري عليا. بصي يا ستي، انا هنا عندي طبق من المشروم، وعندي كام فص توم، قبل بس مجرد ما ريحتهم ايه، ريحتهم بس ايه تطلع كده، نحط ايه وكله على نار عاليه. هشوح المشروم بمعلقه زيت الزيتون و فص التوم دولت، هشوحهم مش هياخد وقت، وهعلي عليه النار عشان ما ينزلش ميه. والناس اللي بتقول يا ناصر ما تغسليش المشروم، لا يا جماعه، المشروم بيبقى عليه تراب، مش هيكفي خالص ان احنا نمسحه. اغسليه وهو مقلوبه كده على بوزها، تمام، اغسليه وهو مش هيشرب ميه، وبعد كده طلعيه على فوط مطبخ بس. لكن مش هنحط في معدتنا تراب ورمل، احنا الحكايه مش ناقصه. المهم بس بعد كده طفيتها بايه، بخل البلسمك. خلصت السلطه بتاعتنا كده. السلطه بتاعتنا دي ممكن تتعمل ازاي؟ حطيت كمان عليها بتاعه دي مشويه بتنجانه، قطعتها كده ومقشراها، وكنت شويها في حله التهويه اللي هي حله فيليبس كمان. فانا كده ضفت البتنجانه عليها، لان طبعا المشروم مش هياخد وقت، فكنت شويه البتنجانه وقلبت ده على ده، والاتنين كلهم حديد، والاتنين كلهم بروتين، والاتنين يمشوا مع بعض. هنا بقى سخنت الجريلا بتاعتي نار نار لحد الدخان كده ما طلع منها. واخدين بالكم؟ الحركه دي ما تعملوهاش، انا بس اللي اعملها، ان انت تدلقي شويه زيت كده، لان الشوايه دي كنزه، الجريلا دي كنزه، فممكن النار تعلى. ومع ذلك انا حاطه غطا الحل عشان لو قدر الله النار طلعت لفوق احط عليها الغطا. تمام. عايزه اقول لكم افظع فراخ واجمل فراخ تاكليها، عمرك في حياتك ما تتخيلي طعم الفراخ دي الا لما تجربيها. توابلنا مفيش توابل، يكاد مفيش توابل خالص، كل اللي فيها زعتر وفلفل اسود وليمون وبصل، زي ما انت شايفه اللون كده، وزي ما انت شايفه ما بتاخدش وقت، بتطلع طريه وجميله. عايزه تحطيها في سندوتشات، عايزه تقدميها مع رز اصفر، عايزه تقدميها في عزومه، عايزه اقول لكم وسهله وبسيطه ومش يعني بص، عايزه اقول لكم الموضوع ايه اللي بيدي بقى اللون ده، هو معلقه العسل اللي انتوا شايفينها اللي انا حاططها الصغيره دي. جربوا الفراخ بطريقتي، واهم حاجه نغزوا الفراخ بس اللي ما تنغزيهاش اللي هي بتاعه البانيه اللي انت هتعمليها بالبيض والبقسماط دي، بس ما تعمليهاش. ونزلي بقى مع البصل والحاجات اللي انت كنت مقطعاها، البصل والفلفل والكلام ده، لان كل الكلام ده بيدي طعم الفراخ طعم رهيب، كانك جايباها مشويه، لا واحلى كمان لانها طريه جدا. وزي ما قلت لك شويه الكريمه لو مستغلياهم، هاتي لبن رايب، اللبن الرايب بيدي نتيجه فظيعه في شوي الفراخ. تمام. زي ما قلت لكم الست قالت لي يا نصرة ارحمينا، لا عايزه صلصه ولا عايزه مسبك ولا عايزه محشي ولا عايزه بشاميل ولا مش يعني كل الكلام ده. تعالوا بقى نشوف الاكل الجميل بتاعنا. سلطه اهي، السلطه اللي هو السلطه السخنه اللي هي بالبتنجان والمشروم. دي كفته كنت عاملاها قبلها بيوم، وده الطاجن بتاعنا البطاطس بالسبانخ، ودي السلطه الخضراء. خدوا بالكم ان انا في طبقين سلطه على البتاع. البطاطس دي بقى كانت عباره عن بطاطستين مسلوقين مهريين، قطعتهم مكعبات ورشيت عليهم رشه زعتر ورشه فلفل ورشه زيت، وتشووا في الفرن. عايزه اقول لكم البطاطس رائعه، من جوه مرمله وطريه ومن بره مقرمشه. دي بطاطس يا جماعه اللي حوالين الرز. والحاجه التانية اللي عايزه اقول لكم عليها، انا عايزه اقلب القناه، يعني مش اقلب، انا عايزه اعمل القناه يا جماعه تبقى، على فكره البصلايه اللي انا مسكتها دي كلتها. انا عايزه اعملها يا جماعه تبقى اكل بس، انا بجد انا مش عايزه اعمل غير اكل بس نفسي انها تمشي وتتزق كده، نفسي ان ربنا يزقها كده وتمشي معايا القناه. جماعه لايك وشير للقناه، يا الله يرضى عليكم، عشان القناه كده ربنا يسهلها وترتفع. ترتفع يا حبيبتي انت وهي، ابوس ايديك ورجليكوا. السلطه دي ممكن تعمليها بالسبانخ، وممكن تعمليها بالجرجير، بس انا المره دي عملتها بالبقدونس وكانت رائعه.
ومفيش اسهل منها. ركزوا في السلطات في الجو الحر، وقولوا لي ايه رايكم في السفره البسيطه الجميله الرقيقه دي، وقولوا لي ايه رايكم في فكرتي ان انا عايزه اعمل خلي القناه اكل بس نفسي انها تمشي. وقولوا لي الموضوع سهل وبسيط، وقولوا لي ايه رايكم في الكلام الجميل ده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.